اعتدال، اعتدال، شوفوا مين على الباب يا اعتدال. حاضر يا حاج. عرفات اتفضل، الحاج مستنيك. انت لسه هنا يا اعتدال؟ هعمل ايه يا عرفات؟ تسافري، ترجعي البلد. اسمعي، ما دام انت مش قادره تكلميه انا هكلمه. مين يا اعتدال؟ سي عرفات. ما تيجي يا عرفات. صباح الخير يا حاج عماد. صباح النور يا عرفات. ها، جبت الايراد؟ جبته يا حاج واستوفيت السجلات. اتفضل. ايه دول؟ 62 جنيه؟ ليه؟ العربيه البوزنج سواقها ما جاش، ما طلعتش، والعربيتين التانيين هم اللي اشتغلوا بس. طيب خد الفلوس وعدي على البنك وحطهم لحسابي، ويبقى خلي بالك مع السواقين يا عرفات، دول برضه بيتعبوا، ما تشغلهمش كتير. حاضر يا حاج. ويبقى بكره الصبح تسافر على العزبة عشان تستلم البذرة بموجب التوكيل اللي انا عامله لك. حاضر يا حاج. الله، مالك النهارده؟ في حاجة مزعلاك؟ لا ابدا، بس في كلمه عايز اقولها لسيادتك. بخصوص ايه؟ بخصوص اعتدال. اعتدال؟ مالها؟ لا يا عرفات، ان كانت زعلتك فدي انت اللي جايبها وموصى عليها، و8 سنين ما بانش منها حاجة ابدا. يا حاج لا زعلتني ولا حاجة، بس اهلها لما عرفوا ان الست بتاعتك الله يرحمها بعتولي اسفرها، وانت عارف عوايد بلدنا وكلام الناس. ايه الحكاية؟ البنية عايشة مع اولادي في امان الله، وان كانت امهم ربنا افتكرها فده يخليهم محتاجين لها اكتر من الاول. انا عارف ان ولادك متعلقين بيها وهي اللي مربياهم، وعاشت معاهم لغاية ما كبروا، لكن اقول ايه لاهلها في البلد بقى؟ عايز تقول ايه يا عرفات؟ انا مش فاهم حاجة. بيقولوا ان البيت ما بقاش فيه واحدة ست، واعتدال كبرت دلوقتي. بس ما تتكلمش عرفات، انا راجل حاجج بيت الله واعرف الحلال من الحرام بزيادة. انا هتصرف، لا هخلي اهلها يبعتولك ولا هكلفك ترد عليهم، انا اللي هرد عليهم. البنية عاشت معانا طول عمرها وبقت واحدة منا، ومش ممكن تخرج من بيتي ابدا. تعال يا اسماعيل يا ابني. نعم يا بابا. اقعد يا ابني، وانت يا نجوى اقعدي. نعم. وتعالي يا حبيبتي يا انصاف، اقعدي. اسمعوا بقى، انتوا دلوقتي مش صغيرين. طبعا يا بابا. نجوى انت كبيرة اخواتك ومقدرة ظروفي كويس. امك يا بنتي اتوفت وده امر الله، لكن البيت محتاج للي يرعاه. هو احنا قصرنا في حاجة يا بابا؟ لا يا بنتي لا، انت في التوجيهية يعني لازم تلتفتي لدروسك، واخوكي هيحصلك بعد سنة، وانصاف في القبول، وانا مش عايز اشغلكم عن دراستكم ابدا. ما هي اعتدال معانا يا بابا. شوف اسمعني يا ابني، اعتدال وجودها في البيت كمربية بعد موت والدتكم وضع مش مقبول، واهلها عايزينها. ليه يا بابا؟ لكن يا بابا احنا ما نقدرش نستغنى عنها، ولا يمكن يخش البيت واحدة غيرها. يبقى ما فيش غير حل واحد. والله ما اعرفش هتوافقوني عليه ولا لا. يا بابا احنا ما نقدرش نخلفك. اصل يا ابني امكم غالية علي الله يرحمها. الله يرحمها. لكن ما باليد حيلة. الله، سكتوا ليه؟ والله اللي تشوفه يا بابا. فهمان يا نجوى. يا بابا يا بابا احنا مقدرين كل حاجة، واعتدال زي اختنا الكبيرة، إن كنت عايز حضرتك تخليها تحل محل أمنا. لا سمح الله، بس مفيش مانع يا بابا، احنا موافقين. وانت يا انصاف؟ اللي تشوفه يا بابا. على خيرة الله، هبعت لأهلها. الراجل عايز يتجوزني يا عرفات. الحاج عماد؟ مش معقول. وحياتك، وبعت لخالي يطلبني منه. يعني وافقتي؟ وليه لا، خيره ياما. انت طمعانة في الخير يا بت. امال راضية بالفقر. لكن يا بت لا لا، ده مش ممكن يحصل، ده راجل طيب ومتقي الله. طب وانا مالي؟ لا يا اعتدال، انت مالكيش دلوقتي، لكن كان ليكي زمان. انا اللي عجنك وخبزك. لا يا اعتدال، الحاج له من توبك ولا انت من توبه.
لم هدومك وسافري على بلدك. واسيب الخير ده كله؟ الخير ده كله لولاده، انت مالك بيه؟ لو حياتك الا بكره يكون ليا. اعتدال، انا هكلمه بصراحة. تبقى جنيت على نفسك. يا حاج عماد، انا بدي اكلمك بصراحة. ده انا اللي بدي اكلمك بصراحة يا عرفات. في ايه يا حاج؟ بقى لما طلبت مني اصفر اعتدال لاهلها على اعتبار ان هم اللي بعتولك، صدقتك بحسن نية. وانا كنت كذاب في حاجة؟ اللي ظهر لي غير كده يا عرفات. انت عايز تبعد البنت عن البيت عشان تتجوزها. اتجوزها؟ ما حصلش، وانا عندي ولاد كمان. امال ايه حرصك على انك تبعدها عن هنا؟ ده بس انا ما احبش كتر كلام، وعيب ننبش مسائل زي دي في الشغل. وهي لها رأي وقبلت انها تكون مراتي وترعى اولادي، فما فيش لزوم تقف في سكتها، خصوصا واهلها وافقوا. بس ده ما حصلش يا حاج. انا عايز افهمك، دي واحدة. عيب يا عرفات، عيب. انت بتتكلم عن واحدة هتصبح مراتي. امسك لسانك وافهم ان انت اللي جبتها وقلت فيها كلام ما ينقالش غير في الاولية. كنت غلطان. بس عيب، قلت لك عيب. وكلمة واحدة زيادة مش عايز اسمعها. وكمان وجودك في الشغل معايا مالوش لزوم. بتقول ايه يا حاج؟ انت بتطردني؟ يا عرفات، انا باقي خدمتك ليا، لكن مش ممكن تفضل معايا وانت كنت في يوم من الايام عاوز تتجوز الست اللي بقت مراتي. العيش لحد كده ومش هزعلك. خد حساب وخد مكافئتك وشوية زيادة. والنهاردة هيجي واحد يستلم منك الشغل، الجدع فوزي، اهو من بلدكم برضه. فوزي ابن بلدنا؟ فوزي المناخلي؟ ايوه هو. وزي انت ما اتمرنت على الشغل هيتمرن ويجي منه. مع السلامة. والعيش كده. وعملتها الملعونة وجابت فوزي كمان، اللي كان ليها معاه حكايات وحكايات. وانا كنت بفتكر البت تابت، لكن اعوذ بالله، جبتها لمها على شغلة بعزقتني. مساء الخير يا ولاد. مساء الخير يا مساء بابا. الخير يا بابا. عاملين ايه في دروسكم؟ كل حاجة ترضيك يا بابا. انا يرضيني نجاحكم، ونجاحكم بمجموع كبير. حاكم المجموع هو كل حاجة دلوقتي. انا هجيب مش اقل من 80%. المهم اختك نجوى اللي على ابواب الجامعة. ايه يا نجوى عاملة ايه؟ أنا ناوية أدخل كلية الطب، وعلى كده مش هجيب أقل من 90%. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. وانت يا انصاف اظن عايزة تدخلي كلية الشرطة. الله، بتضحكوا ليه؟ كل شيء جاهز يا اولاد. الحمد لله. اعتدال يا اعتدال. نعم يا حاج، عينيا. تسلم عينيك يا أميرة. حضرت العشاء لأولادي؟ ما هم بقى أولادك مش كده برضه ولا إيه؟ واكتر يا حاج، كل حاجة جاهزة وفرشتهم مترتبة وهدومهم مكوية وحتى فطارهم جاهز من دلوقتي. هو أنا ليا غير رضاك يا حاج؟ تصبح على خير بقى يا أولاد. وأنت من أهل الخير يا بابا. خليكي معاهم يا اعتدال لغاية ما يناموا. اعتدال. نعم، اعتدال حاف كده من غير قبلة ولا طنط يا ست انصاف؟ الله، ما طول عمرنا بناديكي كده يا اعتدال. دلوقتي لا يا ست نجوى، انا مقامي من مقام ابوكي، فاهمة؟ الو، مين؟ انا فوزي. ايوه فوزي المناخلي. اعتدال. ايوه اعتدال. في حد معاك في المكتب؟ لا. ايه، عايزه حاجه؟ ما بيجيش ليه يا فوزي؟ اجي اعمل ايه؟ تيجي تسلم الايراد للحاج كل يوم. عرفات كان بيعمل كده. الحاج بيجي يستلمه من المكتب. لا، ابقى تعالى سلمهوله في البيت. هات الايراد وتعالى، تعالى دلوقتي. ايوه اسماعيل. ايوه اسماعيل. مالك، ما كنتش منتظرة ارجع؟ اللي حصل، رحت المدرسة متأخر لقيتهم قفلوا الباب. ما صحتنيش في الميعاد ليه؟ اعمل لك ايه؟ معلش اعذرني، اصل كنت تعبان. طب اعملي لي كوباية شاي علشان اقعد اذاكر هنا. يعني مش نازل تاني؟ وانزل تاني اعمل ايه؟
قصدي يعني اهي فرصة تشم الهوا بدل ما انت خانق نفسك في المذاكرة ليل ونهار. انزل انزل انزل، مش هقول للحاج. جرى ايه يا اعتدال؟ احنا ما بنخبيش حاجة عن بابا. روحي اعملي لي الشاي. طب خليك انت لما اروح اشوف مين. روحي اعملي الشاي وانا هشوف مين. السلام عليكم. فوزي، في حاجة؟ بابا جراله حاجة؟ لا 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 بس انا ده جايب الإيراد للحاج. بقول استلمه انت يا اسماعيل وخليه هو يروح يشوف شغل. انا ما استلمش، يرجع بيه يستنى بابا يسلمهوله. اتفضل ارجع المكتب. من امتى كان فوزي بيجي يسلم الإيراد هنا لبابا؟ ما هو زي ما كان بيعمل عرفات. عرفات ما كانش بيجي البيت وبابا غايب يا اعتدال. انا عارفة بقى، ما هو انت موجود اهو. الله، مالك يا اعتدال النهارده؟ اسماعيل ماله؟ زعلك؟ يا ريت. انا ما زعلش من حد من ولادك حتى لو عملوا له ما يتعمل. طبعا انت واخده عليهم واخدين عليك. لكن ما كانش كده يا حاج. من كام يوم كده مش عارفة بقى هقول لك ايه. لا والنبي ما اقدرش يا حاج، ما اقدرش. ايه ازاي ما تقدريش؟ تمراتي ولازم تصحيني. هقول ايه بس يا حاج؟ بقاله كام يوم كده ينزل المدرسة ويخليك تخرج من هنا ويرجع البيت من هنا. قال ايه؟ انا بصحيه متأخر وباب المدرسة بيتقفل. والنهاردة حتى رجع بعد انت ما خرجت يجي ب5 دقايق بس، زي ما يكون كان مستخبي في حتة ومراقبك. ايه؟ مراقبني ليه؟ انا عارفة بقى. ولما جه فوزي يسلمك الإيراد قال له يرجع. وفوزي يجي ليه؟ ده حتى ما خلوهوش ياخد نفسه على الباب. فوزي غلطان. اسماعيل كبر يا حاج وبقى راجل. ايه الكلام ده اعتدال؟ لا اوعي تفكري في حاجة زي دي. اسماعيل ابني وانا واثق من اخلاقه، ثم انه مش جيزة عليكي، ده انت معاهم من صغرهم. انا قلت لك بس يا حاج من خوفي يعني لحسن تقول دي خبت عني حاجه. ما انا اصلي عارفاك ما بتحبش الا الجد والصدق. هو صحيح غلطان اللي بيتاخر على مدرسته، وانت تبقي صحيح بدري كمان. روح اندهيله. فوزي، ايه اللي جابك دلوقتي؟ هو في حد هنا يا اعتدال؟ وطي صوتك، البنت الكبيره نايمه جوه، امتحانها قرب وبتسهر تذاكر وما بتروحش المدرسه. طب ما انا جاي بالإيراد. طيب ما تبقاش تيجي بحجه الإيراد. ليه؟ الحجه دي مش داخله على الواد، وكمان ابوه باين انه مش راضي. يبقى شوف لك حجه تانية. حجه ايه؟ ده انا عايز اقابلك كل يوم واقعد معاك يا حبيبتي. العيال يا اخويا زي الهم على القلب، ما بيخلاش منهم البيت. وبعدين بقى يعني مش عارفه تخلصي منهم؟ راجل بيحب ولاده ما بيصدقش عليهم اي كلمه. ازاي ما صدقكيش؟ امال انا صدقتك ازاي يا اعتدال؟ فوزي، هو انا برضه هكذب عليك؟ ده حبنا من زمان، من واحنا صغيرين. انما دلوقتي بقى كبرنا وعاوزين نشوف نفسينا بقى. وهتشوف يا حبيبي هتشوف، بس صبرك كام سنه كده لغايه ما يحصل اللي سبقته. ها؟ كام سنه؟ هضيع العمر في خدمه؟ كان نفسي اخلف منه واطلع بعيل يورث القرشين، الا يا حسره. اهو ما دام ما خلفتيش يبقى هتلوصي وتطلعي من المولد بلا حمص، وانا يطلع نقب على شونه بعد الصبر كام سنه زي ما بتقولي. لا وحياتك يا فوزي مش هخيب لك رجا ابدا يا حبيبي، وهيكون لك خيره كله. هتعملي ايه؟ مالكش دعوه بقى يا روحي. الف الف مبروك يا حاج على نجاح انصاف. اهي بقت شاطره وعروسه اهي. والنبي انا فرحانه لك من قلبي يا اسماعيل. الف مبروك على نجاح. 2000 مبروك يا نجوى. ايوه كده، والنبي كنت بسهر وادعي لك من كل قلبي. فيك الخير يا اعتدال. وبقيتي عروسه اهو، ربنا يرزقك بابن الحلال. يا سلام، ولقيت لي اخت تقعد معايا وتساعدني. تقعد معاكي وتساعدك؟ دي رايحه الجامعه وقدامها مشوار طويل عريض. جامعه ايه؟ هما البنات لهم جامعه كمان؟ الله، امال ايه يا اعتدال؟ وانت دخلك ايه في كده؟ لا بقى كفايه كده. هو انت ناقصك حاجه؟ الحاج ربنا يزيده ويبارك فيه، خيره كتير. جامعه ايه؟ جامعه علشان تشتغلي؟ ده حتى عيب. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ عيب في حق الحاج. من فضلك، دي حاجه ما تعرفيهاش. إيه؟ وما تتدخليش فيها، ده مستقبلنا احنا. انت مالك انت؟ مستقبلكم وانا ماليش فيه؟ ليه؟ هو انتوا لسه فاكريني زي زمان؟ لو النبي
ده حتى رديته بكده الحاج ما يرضاش، والنبي اللي انا رايحه اقول له. ايه بس ايه وبعدين بقى يا اعتدال، اخوك قال لك كلمه تقومي تعيطي؟ والنبي يا حاج، والنبي ده انا شايفه خاطرهم على الاخر. مش عارفه من يوم ما اتجوزتني وهم مش قابليني ليه. ليه بقى؟ اتجوزتك بموافقتهم ورضاهم. من دلوقتي وهم كده، ايش حال لما يكبروا؟ برضه هم ولادك وانت في مكان امهم. ابدا يا حاج، انا صابره ومش عاوزه اقول. مش عايزه تقولي لي؟ ايوه، معاملتهم ليا هي معامله زمان. لسه برضه فاكرني مربيه ولا ماليش اي قيمه. ما بيقولوليش غير يا اعتدال، وكل شويه قوم اعمل لنا شاي، قوم اعمل لنا قهوه. ابدا ده انت ست البيت. وانا ليا في حاجه؟ انت ليكي فيه كل حاجه. ربنا يخليك ليا ويطول في عمرك. ده انت الله لا يقدر، يعني لو جرالك اي حاجه هيطردوني. ايه؟ مش ممكن ده يحصل. ليه ما يحصلش؟ اللي ما في حتى كرسي باسمي، كرسي واحد في البيت. يا سلام يا اعتدال، عايزه حاجه باسمك؟ عاوزه اطمن انهم ما يطردونيش من البيت لو حصل لك الله لا يقدر اي حاجه. لا اطمني، انت ليكي كل حاجه زي ما بقولك. ايه ده يا انصاف؟ تمسح الارض؟ اعتدال هي اللي قالت لي. هي حصلت؟ وليه ما تحصلش يا سي اسماعيل؟ وانت ما تمسحيش الارض ليه؟ لا خلاص، خدتوا الاجازه واللي لازمه حاجه يعملها بايديه. ما كانش ده قصد ابويا لما اتجوزك. امال كان قصده ايه؟ افضل اخدمكم؟ انا دلوقتي ست البيت. عارف يعني ايه ست البيت؟ يعني اعتدال هانم، مش اعتدال بتاعت زمان. دهدي ده انت اتغيرتي خالص. هي اتغيرت وبس. شوف يا اسماعيل يا اخويا، البلوزه اللي هروح اتصور بيها عشان اقدم اوراقي للتنسيق. شوف مسحه بيها القهوه. اغسليها بايديكي. هو انت عاجزه ولا كاتعه؟ الله اتعلمي. امال هتتجوزي وتبقي ست بيت ازاي؟ التنسيق قال تنسيق ايه واوراق ايه؟ انا لازم اتعلم عالي. ما كانش يتعز، انت قاعده معايا هنا في البيت. برضه لسه في دماغك اقعد في البيت؟ دي لو حكمت حاسبهولك. وايه اللي مقعدك يا اختي؟ اعتدال، انت زودتيها قوي. بطل كلمه اعتدال دي يا واد انت. انتوا زودتوها خالص. اللي مش عاجبه يتفلق ولا يطق. يتفلق ولا يطق؟ اسماعيل احنا لازم نقول لبابا. ده احنا نروح للشغل دلوقتي حالا. يلا بينا يا نجوى. مع السلامه، اوعوا ترجعوا. عايزين يزحوني من البيت. طب والله لنا اللي زيحاكم، وخليه يبقى في ايديا وكتبوا اللي انا عايزاه، ولما اشوف بقى انا ولا هما. الو. ايوه يا حاج، انا اعتدال. برضه يخلصك كده يا حاج. ده كلام يا اسماعيل يا ابني؟ ده كلام ايه يا بابا؟ تعملوا عملتكم في البيت وجايين تشكولي؟ يا ابن عيب، دي برضه بقت في مقام والدتك. ايه اللي حصل يا بابا؟ احنا جايين نشتكي لك منها. هي بلغتك بالتليفون؟ عيب اسماعيل عيب، انت عاقل وكمان تجاري اختك نجوى. طب افرض ان هي غلطانه، تمسك فيها؟ ايه؟ تمسك فيها؟ اختي تمسك فيها؟ ما حصلش يا اسماعيل، ما احبش الكذب. دي بتقول لي انها اتعورت. ما حصلش. تبقى عورت نفسها. مش مكان الكلام هنا في الشغل. ارجعوا البيت وانا هتصرف. ايه الكلام ده اعتدال؟ كلام ايه يا حاج؟ انت هتسمع برضو كلام ولادك؟ مش معقول يضربوك زي ما قلتي. ده انا اتجوزتك عشان تراعيهم مش تزعليهم. ما انا مراعياهم يا حاج. شفتني قصرت في حاجه؟ انا قلت بلاش اكلمك بصراحه علشان ما تزعلش، انما مادام هم عاوزين يجيبوا الحق عليا اقولها لك بقى. البنت الكبيره اتبعترت قوي. اتبعترت؟ ايوه، واخوها قال ايه؟ يقول لي هي حره تتصرف وتحب زي ما هي عايزه. ايه الكلام ده؟ والله اسأل بقى ودور وشوف مين اللي بيقف يشاور لها وتشاور له من البلكونه بالساعه والاتنين. ايه؟ هي دي اخرة التربيه؟ وعاوزه تروح جامعه علشان يبقى جنبها في جنبه كل يوم وكل ساعه كده. نجوى لا يا حاج مفيش لزوم للكلام ده. بعدين يفتحوا عينيهم فيك، انت تراقبها وتظبطها، ويا دار ما دخلك شر تتصرف من غير فضيحه. دي برضو بنتك وسمعتها زي الازاز، والنبي انا خايفه عليها. انما الشيطان بقى وحش يا حاج. ايوه معقول كلامك. انا هتصرف. انت جيت يا فوزي؟ حد شافك؟ لا. حد هنا يا اعتدال؟ مالكش دعوه بحد، ما تدخلش. اسمع، اجري حالا دلوقتي شوف لك حد يعرف يكتب جوابات غرام. انا اكتب؟ لا
مش بخطك يهبل. ولمين الجوابات دي؟ نجوى عماد بالاسم الصريح كده اهو. جوابين 3 هاتهم لي النهارده،